يواصل وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب تواصله المباشر والدائم مع عدد من ركائز أسود الأطلس الذين تألقوا في كأس العالم الأخيرة بقطر، وعلى رأسهم الثنائي رومان سايز وحكيم زياش اللذان تبادلا شارة القيادة خلال الفترة الماضية. وكشف مصدر خاص لموقع قورة أن الركراكي تابع عن كثب حالة سايس الصحية بعد الجراحة التي خضع لها في قطر، حيث أشرف على مراحل علاجه داخل مجمع محمد السادس، وراقب تفاصيل برنامجه التأهيلي بمساعدة معد بدني خاص، مؤكداً أن اللاعب بات قريباً من العودة لقائمة الأسود. أما بشأن زياش، فقد أوضح المصدر أن الركراكي التقى به قبل نهاية الموسم في قطر في جلسة مطولة تناولت مستقبله مع المنتخب وأهمية استعادة بريقه مطلع الموسم الجديد في ظل احتدام المنافسة على مركزه. ويتواجد زياش حاليا في مدينة مراكش بعد إنهاء عقده مع الدحيل القطري، بينما يستشير مدرب الأسود حول خطوته المقبلة في ظل تلقيه عروضا من الدوري الإيطالي أبرزها من بولونيا. ويرى الركراكي أن العودة إلى أوروبا تمثل الخيار الأنسب لضمان مكانه داخل المنتخب. وكان مدرب الأسود قد دافع عن نفسه في مؤتمر صحفي مؤخرا بعد اتهامات بالتدخل في سوق انتقالات اللاعبين، منها ما أشار إليه بالعمري لاعب الرجاء. ومع ذلك اعترف الركراكي أن الثنائي أوناحي وأجرد استشاراه بخصوص عروض خليجية ونصحهما بالبقاء في أوروبا، وهو ما اعتبره موقفا يحسب لهما.